في بداية الفيلم بيظهر الشاب المكسيكي ميمو اللي شغال في مصنع تكنولوجيا متقدم كتاجر للنوم. في المكان ده بيتربط العمال بشبكة من الكابلات بتتوصل في دراعاتهم وظهرهم، بيقدروا منها يتحكموا في الروبوتات موجودة في مواقع العمل بره الحدود. بالتقنية دي بيقدر أي شخص يشتغل في أي بلد بدون ما يسافر. كان اسمهم تجار النوم لأنهم ممكن يموتوا لو اشتغلوا لفترات طويلة. بيرجع الفيلم للماضي وقت ما بيفتكر ميمو بيته اللي في المكسيك. بنشوف ميمو عايش مع عيلته في بيته وسط مناظر طبيعية وجنبهم نهر، لكن جت شركة مية خاصة وبنت سد عند المنبع. وقتها جفت المنطقة بالكامل وكان لازم السكان يدفعوا علشان يدخلوا للمنشأة وياخدوا مية. كانت المنشأة متراقبة بكاميرات أمنية مسلحة برشاشات، كان صعب جدا حد يتسلل بأي طريقة. وسط كل ده كان أبو ميمو عاوز يزرع في أرضهم البسيطة، لكن حلم ميمو كان في التكنولوجيا والقرصنة. في الوقت ده كان شغال على بناء هوائي إلكتروني ممكن يتبع إشارة اتصالات. بيكمل في الشغل وبيروح لمدن بعيدة، وده بيخليه يخترق إشارات الراديو اللي هو عاوزها. وفي ليلة من الليالي وصل لتردد راديو منشأة أمنية في أمريكا، وسمع اتصال بين متحكم في طيارة بدون طيار اسمه رودي وأصحابه. لكن المرة دي بيكتشفوا إشارته وبدأوا يتعقبوه، ولأنه خايف بيقطع ميمو الإشارة قبل ما يحددوا موقعه. تاني يوم بيطلب منه أبوه يوصل المحاصيل لعمه الموجود في جزء تاني من القرية. بيتحرك لهناك، ولما وصل بيلاقي عمه بيتفرج على الأخبار اللي بتتكلم عن مقر الأمن وإن في متمردين هاجموا بمركباتهم، لكن وقفوهم القوات العسكرية بالطيارات اللي بدون طيار. وفي البث بيعرف رودي المشاهدين إنهم اكتشفوا جهاز اختراق، وبيطلع هو نفسه الهوائي اللي صنعه ميمو فوق كوخه. وبعد ما بيعرفوا إن بيتهم مستهدف بيجري مع عمه علشان ينقذوا أبوه، لكن فات الأوان وأطلقت الطيارة صاروخ وفجرت البيت بالكامل. لكن خرج أبوه من البيت وكان مصاب. وقتها بيأكد رودي إنه هو واحد من المتمردين، وبيضربوا صاروخ تاني وبيموت الراجل العجوز. بيحزن جدا على موت أبوه وبيحس بالذنب لأنه هو السبب، وبيقرر يروح للمدينة علشان يدور على شغل ويصرف على بقية أفراد عيلته. تاني يوم جهز حاجاته واتحرك بباص للمدينة، وفي الطريق بتركب لوز الكاتبة وبتقعد جنبه. بيلاحظ ميمو إنها لابسة صور بيخليها تتصل بشبكة رقمية، ولما سألها يجيب زيه من فين بتعرفه إن في شخص اسمه كيوتا في السوق السوداء هو اللي بيبيعه بأسعار رخيصة. في وقت تاني بالليل بترجع لوز لبيتها وبيرحب بيها الذكاء الاصطناعي بتاعها واللي بيعرفها الرسائل الجديدة. ولما بتفتح الملف بتلاقي رسالة فيديو للشخص اللي مسلفها فلوس واللي بيضغط عليها علشان تسدد ديونها بسرعة، وهددها إنه هيقتحم بيتها ويسرق حاجاتها لو ما سمعتش الكلام. وبيبان إن لوز بتكسب الفلوس بإنها تبيع ذكرياتها لشركة تجارة ذكريات في الإنترنت وقت ما بيدفع المشاهدين مقابل المحتوى، لكنها مش قادرة تبيع محتوى حلو يلفت الانتباه، وده سبب ديونها. وبعد فترة بتقرر تحمل ذكرياتها لما قابلت ميمو في الباص. في نفس الوقت بيروح ميمو لشارع ضيق وبيدور على كيوتا علشان يشتري عقد، وبيطلع انه بيخلي الاشخاص تتصل بالانترنت ويوفر لهم فرص شغل. ولما كان ماشي في المنطقة بيقرب منه شخص عشوائي وبيعرض عليه العقد بسعر رخيص جدا، ولما وافق ميمو بياخده لموقع مهجور. وفجأة الراجل بيضرب ميمو وبيسرق كل فلوسه. وبعد فترة بيفوق وبيقوم يدور على مكان يقعد فيه، وفي الاخر بيلاقي كوخ مهجور في اطراف المدينة وبيقرر يقضي الليل هناك. تاني يوم بتصحى لوز وبتعرف ان قصتها مع ميمو اتباعت، وكمان بيعرض عليها الراجل اللي اشتراها مبلغ كبير مقابل قصة تانية. وعلى طول بدأت لوز تدور على ميمو وبتلاقيه في الاخر قاعد في شارع ضيق، وبتسأله لو كان قابل كيوتا. وقتها بيعرفها اللي حصل معاه. بتعرض عليه لوز تساعده وبتاخده المطعم في مكان سري، وهناك بتستعد انها تثبت له العقد، وبتعرفه انها شغالة في المجال ده. ولما سألها ميمو عرفت الحاجات دي من فين بتقول من صاحبها قديم، وقبل ما تعمل اي حاجة بتحذره من المخاطر اللي ممكن تحصل له. ممكن كهرباء زيتة تدخل في جسمه لو في فيروس او ماس كهربائي ويقدروا وقتها يتحكموا فيه. ولما بتجهز كل حاجة بتثبت العقد في جسم ميمو اخيرا، وبكده بيبقى جاهز يشتغل موزع نوم. تاني يوم بيزور مصنع متصل بشبكات وبيشوف عدد من الاشخاص شغالين في العمل الافتراضي. بيتوظف ميمو في الانشاءات وبيعملوا له مكان علشان يشتغل منه. واول ما بيتوصل بالكابلات بيلاقي نفسه في موقع بناء. كان الروبوت بتاعه فوق مبنى عالي. في الاول بيحس بالخوف من المرتفعات، لكن بيقدر يهدي نفسه وبدأ في الشغل. وبعد يوم كامل من الشغل بيروح ميمو يقابل لوز في مطعم وبيشكرها انها ساعدته. ولما كانوا بيتكلموا بتحاول لوز تاخد منه معلومات. بيعرفها انه جه هنا علشان يكسب فلوس، وبيتكلم عن المشاكل المالية اللي بتعاني منها عيلته. لكن لما بتسأله لوز عن ابوه
بيرفض يتكلم عنه. ومع الايام كان ميمو بيشتغل بجد في المصنع وبدأ يكسب فلوس كويسة وبيبعت الفلوس لعيلته، وده بيخليهم سعداء وبيرتاحوا شوية. لكن كانت طاقته بتخلص ببطء من العقد. من ناحية تانية بتحاول لوز تحمل ذكريات ميمو، لكن بيشتكي المشاهدين ان المعلومات اللي طلبوها مش موجودة، وبيبان ان الشخص اللي بيطلب المعلومات هو رودي اللي كان شاكك بعد اللي حصل. ومع الوقت كان ميمو ولوز بيقضوا اغلب وقتهم مع بعض وبيقربوا اكتر، وبدأت بينهم قصة حب وبتتحول علاقتهم من بين اصحاب لعلاقة رومانسية. وفي ليلة كانوا الاتنين في بيت لوز، وقتها بيوصلوا العقد الخاص بيهم وبيعرفوا كل تفاصيل حياتهم لبعض. تاني يوم بتروح لوز اللي عرفت كل حاجة عن ميمو وبتحمل كل تفاصيله، وكمان ازاي ابوه مات. وبعد ما رودي شاف واتأكد ان بسبب شغله قتل راجل بريء، وقتها بدأ يحس بالذنب. وفي ليلة بيروح ميمو يزور لوز في بيتها وبيكتشف انها مش هناك، ولما كان ماشي بتساعده واحدة من الجيران وبتفتح له الباب وبتطلب منه يستناها جوه. في الوقت ده بيدور ميمو في المكان وبيلاقي جهاز لوز كان عنده فضول، وبيدخل لحسابها في بيع الذكريات وبيكتشف انها كانت بتبيع ذكرياته. بعد فترة بتوصل لوز للبيت وبتلاقيه شاف الذكريات اللي حملتها. بتحاول تشرح موقفها لكن ميمو بيحس بالخيانة وبيمشي. ومن يومها كان ميمو بيضيع وقته في المصنع الشبكات وبيشتغل لساعات إضافية. كان متجاهل الحالة الصحية اللي بتتدهور. بتكتب لوز رسالة وبتعتذر منه وبتبعت له ذكرياتها، لكن ده كان مش كافي علشان يهدى من ناحيتها. في الوقت ده كان رودي مش قادر يتحمل الذنب اللي هو فيه، وبيقرر يقابل ميمو وبياخد اجازة من شغله وبيتحرك بالعربية للحدود المحصنة بين امريكا والمكسيك. وكان قدر يعرف ان ميمو موجود في السوق المركزي، ولما كان بياكل بيروح يقعد جنبه وبيعرفوا ان هو سواق الطيارة اللي بدون طيار اللي قتلت ابوه. بينصدم ميمو وبيهرب وهو خايف ومفكر ان رودي هنا علشان يموته هو كمان، لكن رودي بيقبض عليه وبيعرفوا انه كان بيتبع الاوامر وقتها، وانه دلوقتي جاي علشان يعوضه باي حاجة ممكن يساعده بيها. بيروح ميمو وبيحط خطة وبيطلب من لوز تساعده. في الوقت تاني بيروح للمصنع بحجة انه يشتغل بالليل، ولما بيتأكد ان مفيش حد بيفتح الباب الامامي لوز ورودي وبيدخلوا، وبيساعد لوز ورودي وبيوصلهم بالجهاز. وبيتحرك للمقر الرئيسي للامن في امريكا وبيسوق طيارة بدون طيار، وبيلاحظ رؤسائه ده وبيسأل ايه اللي بيحصل. ولما طلبوا منه يتوقف بيتجاهلهم، ولما عرفوا ان رودي مش بيستجيب للاوامر بيرسلوا فريق من الامن طيارات بدون طيار مسلحة علشان توقع طياراتهم. بس بيقدر رودي يتفادى هجماتهم بمهارة وبيتحرك للمنشأة. وبعد فترة من القتال في الجو بيوصل رودي لشركة المية وبيقدر يقصف السد وبيعمل فيه فتحة. ولما ميمو شاف ده بيفتكر ازاي ابوه كان بيرمي طوب على السد وهو حاسس بالاحباط. في الوقت نفسه بتوصل اخبار لميمو من بيته والمزارع اللي حواليهم اللي بيحتفلوا ان المية رجعت زي زمان حتى لو كانت مش مضمونة بشكل دايم. من ناحية تانية في امريكا بيتنقل لقرية تانية وبيشتغل هناك وبيبيع مية، وبيكمل ميمو حياته هناك وبيتخلى عن وظيفته وبيرجع يزرع علشان يحقق حلم ابوه. وبس كده. لو عجبك الفيلم اتأكد ضغطت على الاعجاب واشتركت بالقناة وفعلت الزرار بتاع الجرس. سلام.